طيب لو انت سيلز ورحت شركه ستارت اب، انت هناك مش بتبقى موظف، انت بتبقى شريك فعلا في كل اللي بيتعمل ده. فلازم ابقى انا جاهز وفاهم الناس دي بتعمل ايه، الديستنيشن اللي هم بيشتغلوا عليها لازم احفظ المشاريع اللي فيها كويس جدا. المشاريع اللي هم بيشتغلوا عليها لازم اعرف كويس جدا المشاريع بالتفاصيل بتاعتها، دي مهمه قوي قوي قوي. لازم الليد الفريش اللي تجيلي اقاتل اني اقدر اوصل لكم كبير جدا من العملاء. كل اللي بتعمله ده هيتشلك، لان انت هتبقى من الشركاء بتوع الشركه، لان انت بادئ معاهم من دي 1. فدي مهمه جدا جدا لازم تشتغل عليها. مهم جدا اني اعرف الديستنيشن اللي بتشتغل عليها الشركه اللي انا رحتها، ومهم جدا اني اعرف الشركات اللي كمان بتشتغل فيها. اقدر اعرف الموقع فين، الاكسسبيليتي بتاعته، بنروح منين، الار او اي. مهم جدا جدا لازم ابقى عارف كل التفاصيل دي عشان اعرف اتكلم على المشروع ده باستفاضه اكتر. طب الحاجه الثانيه اني لازم اعرف ان الزياره او العملاء الكواليفايد اهم من عدد المكالمات. يعني بتعمل 100 مكالمه في اليوم ثم ايه المحصله؟ مفيش. فلا، ممكن اعمل 30 مكالمه او 40 مكالمه هادفين فعلا اقدر اطلع منهم زياره. عشان ناس كتير جدا بتختلف في دي، الهارد وورك احسن ولا السمارت احسن؟ السمارت طبعا احسن، بس بعد ما اجرب الهارد وورك مثلا 200 300 مره. بعد ما تشتغل هارد وورك وتعرف كل الطرق، ساعتها هتعرف تشتغل سمارت. لكن مفيش حد ابدا بيشتغل سمارت من غير ما يعرف الهارد وورك. هعرف ازاي الطريقه الناجحه من غير ما اجرب على الاقل 20 30 طريقه الاول؟ احكي لكم حكايه بسيطه عن سيلز مش حافظ مشاريع كتير، هو حافظ بالظبط مشروعين او 3، مركز فيهم جدا بس حافظهم زي اسمه فعلا. عارف المشروع، مين الاستشاري بتاعه، اللوكيشن بتاع المشروع، مين اللي هيبني كمان لو في مقاول هيبني، نسبه الانشاء قد ايه، سابقه الاعمال بتاعه المشاريع قد ايه، اليو اس بي او اليونيك سيلينج بوينت بتاعه المشروع حافظها كويس جدا. الراجل ده قافل 4 ابعاد، مش لانه اشطر واحد لكن لانه الاذكى. عرف امكانياته، وظفها مع احتياجات العملاء، وقدر يقفل ال4 ابعاد فعلا. دي قصه حقيقيه مش كلام. وده كان في اول شهر ليه. طب حاجه مهمه جدا، تاني شهر بقى بيحتاج ايه السيلز؟ ان هو بدأ في اول شهر عمل كل اللي احنا قلناه فات. تاني شهر بيحتاج يثبت نفسه، لازم يبقى خارج من الشهر اللي فات ده بايع. وتاني حاجه معاه عملاء فولوينج، لازم يكون معاه عملاء بيتابع عليها. لان زي ما احنا بنقول دايما العملاء بتشتري على 3 مراحل. العميل كواليفايد بيشتري على 3 مراحل. اول مرحله في عميل بيشتري خلال اسبوع، تاني مرحله على عميل بيشتري خلال شهر، وثالث مرحله عميل بيشتري خلال 3 شهور واكتر من كده. بس احنا بنقول العملاء الكواليفايد. فلو انا بعت العملاء الشهر ده، في عملاء معايا اوريدي في الفولوينج لازم اطلع بيها الشهر اللي بعده.